آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. أيها السادة الأعزاء، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الإمام العادل دعوات مستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن الكروب المخبوءة، ووجد امرأة تشعل النار، وعلى النار قدر، وفي القدر ماء، وفي الماء حصى، وحول المرأة 3 أطفال. احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، والاخر يقول امي ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول امي الا احظى باكل قبلما امضي صريعا. وقف عمر، البرد قارس، وامير المؤمنين امام نار الدنيا، يسأل المرأة العجوز ما تقولين في عمر؟ فقالت الله الله في عمر، اشكو عمر الى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا الى الحكم في الاسلام. الحكم في الاسلام ليس تشريفا انما هو تكليف. الحكم في الاسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس أبهة، انما الحكم في الاسلام خوف من الحاكم الاعلى، من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بطار او سهم مريش نفذ الى كبد عمر، فقال لها وما ذنب عمر؟ أيعلم حالكم؟ فقالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ وإذا بعمر يأخذ السهم الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن عوف إلى وزارة التموين، إلى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن احمل على ظهري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس احمله عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال لا احمل علي. قال له الحارس عنك ام عليك؟ قال له عمر ثكلتك امك، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. تعشق روحك هذا الذكرى، اتل المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى.